من الاسباب اللي بتخلي شركات الريتيل الكبيره تكون بطيئه جدا هو شلل الموارد. في كتير من الشركات لما تيجي تبص على اداره الاي كوميرس عندها تكتشف انها عباره عن شخص واحد بس. الشركات دي لسه بتتعامل مع الاونلاين كانه وظيفه اضافيه او مجرد شخص مسؤول عن الموقع. في شركات تانية الاونلاين بتلاقيه مجرد فريق تابع لاداره تانية، مره يكون تحت التسويق، مره تحت الكوميرشال، واحيانا بيكون تحت الاي تي. المشكله هنا مش بس في حجم الفريق، المشكله انك انت كمدير اي كوميرس ما عندكش سلطه على الادوات اللي بتشغلها، وقرارك دايما محكوم باولويات الاداره اللي انت تابع ليها، وده اللي بنسميه شلل الموارد اللي بيخلي حركه الشركات دي ابطا من اي حد تاني. مثال، تخيل انت كاي كوميرس مانجر او المسؤول عن الاونلاين في شركتك محتاج تصميم سريع لحمله هتبدا وتخلص بكره، فلاش سيل مثلا، بتلاقي نفسك مضطر ان انت تفتح ريكويست لقسم الماركتنج وتستنى دورك. المصمم هناك تلاقيه يا اما غرقان في تصميمات الفلايرز بتاعه الفروع او في لوحات الاعلانات اللي في الشارع، او ببساطه عنده تاسكات تانية ليها اولويه عند مديره المباشر. النتيجه طلبك بيقف في الطابور، العرض بيخلص والديزاينر لسه ما خلصش. الكي بي اي بتاعه هو رضا مدير الماركتنج مش سرعه مبيعاتك. انت هنا زبون عند باقي الاقسام وبتاخد دورك في الطابور زي اي حد. الفكره هنا مش بس ان انت التصميم اتاخر، انت كده بتفقد اهم ميزه في التجاره الالكترونيه وهي سرعه الاستجابه، ان انت تلحق العميل في اللحظه اللي هو عايز يشتري فيها. وعلشان نكون منصفين، في شركات ريتيل فهموا اللعبه وقرروا يعملوا ادارات للاي كوميرس ليها الميزانيه بتاعتها وليها الفريق الخاص بيها وليها مساحه في اتخاذ القرار. لكن في الاخر التحدي بيفضل قائم، هل الاداره دي عندها فعلا استقلال حقيقي وسرعه تنافس بيها السوق، ولا لسه هي بتدور والكوربريت سايكل هي اللي بتسوق؟ المعادله في الستارت اب مقلوبه تماما. الديزاينر والمبرمج ومسؤول الماركتنج كلهم قاعدين في اوضه واحده وهدفهم واحد. مفيش حاجه اسمها نبعت ريكويست، في حاجه اسمها احنا لازم نخلص ده دلوقتي، وده سر السرعه اللي بنشوفه في سوق الشركات الناشئه.